السلام عليكم. معكم ميس منال محمود وكورس التأسيس في اللغة الإنجليزية من الصفر. وقبل ما نبدأ أي حاجة عايزاكم تركزوا معايا كويس جدا في نطق الجملة دي. We present the present to him. We present the present to him. We present the present. حد لاحظ حاجة أو حد خد باله من حاجة؟ طيب، عامة النهاردة هناخد لمحة سريعة جدا عن أهمية علم الصوتيات وجبت لكم كلمة present و present كمثال مهم جدا وبسيط جدا على الهوموجرافز. يعني ايه اولا الهوموجرافز يا جماعة؟ الهوموجرافز يا جماعة يعني كلمتين او اكتر ليهم نفس الحروف ولكن مختلفين في المعنى ومختلفين في النطق. يبقى they are two or more words have the same spelling ليهم نفس الحروف but they are different in meaning مختلفين في المعنى and different in pronunciation ومختلفين كمان في النطق. اسمهم homographs. اللي مش عايز يعرف homographs مش مهم، بس برضو هتفيدكوا جدا للي عايز يتابع معايا كورس الصوتيات بعد كده هيعرف يعني ايه homographs. تمام، كلمتين ليهم نفس الحروف مختلفين في المعنى ومختلفين في النطق. تمام. طيب، معنى الجملة اصلا ايه؟ we present احنا قدمنا the present الهدية to him. احنا اهدينا او قدمنا او اعطينا الهدية ليه. تمام. present الاولانية جات كverb معنى يقدم او يعطي او يهدي، و present التانية جات كnoun يعني اسم معنى هدية. تمام. برضو تعالوا نشوفوها بشكل موضح اكتر. present كverb نطقها present present. في علم الصوتيات يا جماعة احنا بنقسم الكلمة لمقاطع او syllables. كلمة present هنا هتنقسم لمقطعين pre وsent. طيب، احنا في حاجة شرطة لو حد واخد باله منها، دي مهمة جدا 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 عندنا. الشرطة دي لما بتيجي فوق المقطع كده بيبقى المقطع ده اسمه strong syllable. يبقى بنركز عليه. يعني ايه strong syllable؟ يعني مقطع قوي في نطقه، بنطقه بشكل قوي او بصوت عالي. تمام. يبقى حاجة زي المقامات كده يا جماعة في العربي. تمام، حاجة زي المقامات يعني يا جماعة او حاجة شبه كده في العربي. تمام، يعني بنعلى بصوتنا شوية. تمام. present. حد خد باله ان انا بأكد على المقطع ده؟ تمام. اما present كنون انا المقطع اللي نطقته بقوة هو المقطع الاول pre ده نطقته بقوة، ده السترونج سيلابل بتاعي. اما المقطع التاني ما نطقتهوش بنفس القوة اللي نطقت بيها في المقطع الاول. تمام. يبقى في present كverb السترونج سيلابل كان المقطع التاني، و present كنون السترونج سيلابل كان المقطع الاول. تمام. ده برضو بيوضح لنا أهمية الفوناتكس أو علم الصوتيات في إن هي توضح لي الفرق بين present كverb و present كnoun. تمام. طيب، ده بالنسبة إن هما كلمتين كانوا مختلفين في البرونانسيشن أو النطق. تمام. وعرفنا قد ايه رموز الفوناتكس أو رموز الصوتيات مهمة جدا في إنها وضحت لي الفرق بين الكلمتين. تمام. دلوقتي هناخد المينينج ازاي ليهم معنى مختلف. تمام. verb to present معناه to give something to somebody as a gift، ان انت بتدي شيء او تعطي شيء لشخص ما كهدية. تمام. وممكن برضو present تيجي على اساس ان هو بيوصف او بيقدم نفسه. في مشهورة جدا ان انا اقول present yourself، قدم نفسك او قدمي نفسي. present yourself. انما ال present النون ده يعني something presented to someone as a gift، شيء بنقدمه لشخص ما كهدية. الفيديو ده كان مثال مهم جدا عشان الناس اللي مش بتهتم بطريقة النطق الصحيحة. ده بيعرفنا ازاي كلمتين فرق جدا معناهم، مع ان هما ليهم نفس الحروف ولكن معناهم مختلف ونطقهم مختلف. تمام. عرفنا يعني ايه مقاطع
الكلمة، عرفنا يعني ايه strong syllable و weak syllable، المقطع القوي والمقطع الضعيف. وده مهم جدا للي عايز يتابع معايا كورس الصوتيات اللي انا ان شاء الله هعمله قريب جدا جدا. واللي مش هيتابع معايا كورس الفوناتكس برضو اتمنى ان هو يستفيد معايا من الملحوظات اللي انا بقولها باستمرار عن الفوناتكس في الفيديوهات بتاعتي. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.